بتبدأ الحكاية ببنت اسمها أوما اللي بتحكي لنا قصتها، واللي بتكون مامتها أرسا ساحرة البحر الشريرة، وبتقول لنا إن هي عايشة في مكان اسمه أورادون، وده يبقى مكان بيتحقق فيه كل القصص الخيالية. والمكان ده اتأسس من 30 سنة لما الوحش اتجوز بيل، وعشان يحققوا التوازن في العالم ده قرروا إن هم هينقلوا كل الأشرار وينقلوهم في جزيرة بعيدة عنهم، والجزيرة دي يبقى اسمها الضياع. وأمها بتكون أمها هي المسؤولة عن الجزيرة دي وعن مدرسة السحر، وبنشوفها وهي داخلة غرفة المديرة لأول مرة، وبتبقى مبسوطة جدا لأنها بتكون واقفة مع أكبر وأقوى ساحرات اللي موجودين في المملكة كلها، وبيكون اسمها العرابة. وبتعرفها أمها إن هي تخلي جميع المماليك يتعلموا في المدرسة أورادون، ومن ضمنهم سكان وندرلاند. فبتعرفها العرافة إن مملكة وندرلاند دي مكان خطير جدا، مش هينفع يخلوهم يجوا المملكة بتاعتهم لأنهم مانعين دخولهم من زمان جدا. ده غير إن المملكة بتاعتهم عندها جيش قوي جدا والكل بيتجنبها، وكل المماليك بيحاولوا يبعدوا عنها، ولكن أمها بتقطعها وبتعرفها إن التعليم هيكون لكل الناس، وبتطلب منها إنها تبعت جواب لملكة جزيرة وندرلاند بأنها تحضر وتتعلم، لأن وجود الملكة هيسبب لهم دافع قوي جدا لأمها الملكة إنها تنسى الخلافات اللي ما بينهم القديمة والعلاقة ما بينهم تتحسن. وفعلا العرافة بتسمع كلامها وبتقتنع وبتبعت الجواب للأميرة. والوقت ده بتحكي لنا عن الملكة اللي هي اسمها بريدجيت، وبتقول لنا إن لقبها ملكة العجائب، وبتكون شريرة جدا مع شعبها، وكمان مسببة ليهم رعب في المكان لدرجة إنها بتعمل لهم محاضرة تجوال بالليل، ومحدش بيقدر يقف قصادها أو يتكلم معاها نص كلمة، وبيضطروا يسمعوا كلامها ومحدش يقدر يقف قصادها ما عدا واحدة بس في الجزيرة اللي بتقف قصادها وبتبقى ضدها في كل حاجة هي بتعملها، وهي تبقى بنتها ريد اللي دايما كانت معترضة على تصرفات مامتها وشايفة ان هي ظالمة شعبها، وعلشان كده كانت بتنزل كل يوم نص الليل وتبوظ لها كل حاجة بتعملها. ومن ضمن الحاجات دي صورها اللي بتبوظها في الاماكن عشان تعبر عن اعتراضها، ولكن للاسف المرة دي بالذات بيكون في عدد كبير قوي من الحراس بتاع مامتها بيطاردوها من كل مكان، وريد بتحاول انها تهرب منهم، ولكن فجأة بتلاقي ايد حديدية ماسكاها بتسحبها لمكان غريب وبتنزلها في مخبأ سري. الشخص ده هو صديقها مادكس، وبيلوموا على اللي هي بتعمله ده، وان هما كانوا ممكن الحراس يمسكوها ويخلصوا عليها، ويبدأ يفكرها برضو ان مامتها مش هيفرق معاها انها بنتها، وان هي ممكن تنفذ عليها حكم الاعدام عادي جدا. فبتعرفوا ريد ان هي بنت الملكة، ولكن عمرها ما حست بده، وان هي دايما بتحس ان هي زيها زي اي حد من الشعب بيتفرض عليه حاجات هو رافضها. فبيعرفها مادكس ان هو خايف عليها جدا وعايز يوفر لها حياة احسن من اللي هي عايشاها، وبيبدأ يكلمها عن اختراعه الجديد وهي آلة بتتحكم في الزمن، بيعرفها ان هي ممكن تستخدم الآلة دي صح وتغير حاجات كتير في الماضي. طب نيجي من الناحية التانية بقى وبنشوف بنت اسمها كلوي اللي بتكون بتتدرب مع باباها الأمير تشارمينج في القتال بالسيف، وبتكون محترفة جدا وبتقدر ان هي تقاتل باباها بكل سهولة واحترافية. وبعدها بيدخل عليهم والدتها اللي بتكون الأميرة سندريلا، وبيبان ان في قصة حب عميقة ما بين الأميرة سندريلا والأمير تشارمينج، وبنتهم كلوي بتبقى مبسوطة جدا بعلاقتهم مع بعض وبقصة حبهم النادرة، وبتدعي ان هي في يوم من الايام تعيش قصة حب زي بتاعتهم دي بالظبط. فبتقطعها سندريلا وبتديها هدية جميلة جدا وهي الحذاء الزجاجي. طبعا كلنا عارفين الحذاء الزجاجي ده عند سندريلا عامل ازاي، وبتعرفها ان هي لبسته لما اتعرفت على والدها في الحفلة، وبتقولها برضو ان هي تحافظ عليه لانه بيكون مهم جدا بالنسبة لها. بعد كده بنرجع لملكة وندرلاند. اول ما الملكة وهي ماشية في الشارع كده بتشوف صورها اللي بتكون متبهدلة، وبتحس بغضب شديد جدا، وبتنادي على رئيس الحراس بتاعها وبتسأله مين اللي عمل كده في صورها. بيعرفها ان هو حاول يمسك المجرم اللي بيعمل كده، ولكنه فشل في اخر لحظة وقدر المجرم ان هو يهرب. فالملكة بتقرر انها تعاقبه لانه مقصر في شغله. في الوقت ده بتدخل عليها بنتها ريد، فبتسألها مامتها وبتعرفها ايه نوع العقاب اللي يستاهله الحارس. فبتعرفها ريد ان الاحسن ما يتعاقبش لانه عمل اللي عليه في شغله. فبتعرفها الملكة ان بالطريقة دي عمرها ما هتبقى ملكة ناجحة في يوم من الايام، وان هي هتفضل ضعيفة، وان الملوك لازم يبقوا اقوياء علشان الشعب يحترمهم تماما. وريد ما بيكونش قدامها حل غير ان هي تقول انه يستاهل عقاب اعدام. فبتقول لها مامتها ان هي كده بدأت تتعلم شوية، وبتطلب منها ان هي تنفذ حكم الاعدام بنفسها علشان يبقى عبرة لكل الحراس او اي حد يفكر يأثر في شغله في المملكة. وساعتها ريد بتحاول انها تأخر نفسها لحد ما بيظهر صديقها مادوكس، وبيكون جاي معاه جواب من مدرسة أورادون للسحر، والجواب ده بيكون فيه رسالة مهمة للأميرة. والرسالة دي عبارة عن ان هما بيطلبوا ان ريد بنت الملكة تنضم للمدرسة. فبيستغل الحارس انشغال الملكة بالجواب وبيهرب من المكان. والملكة أول ما بتقرأ الجواب بتسأل ريد إذا كانت عايزة تروح المدرسة دي ولا لأ. فبتعرف ريد إن هي عايزة تروح،
تروح، ولكن هي عارفة ان هي كده كده مش هتوافق انها توديها هناك. ولكن الملكة بتفاجئها وبتعرفها ان هي موافقة انها تنضم لهناك، وبتعرفها انها تستعد عشان ان هي اللي هتوصلها لهناك بنفسها كمان. ونيجي عند مملكة الأميرة سندريلا اللي بتجهز بنتها كلوي برضه علشان توصلها لمدرسة أورادون، وبتبقى مبسوطة جدا ان بنتها تدرس في نفس المدرسة اللي درست فيها وهي صغيرة، وبتتحرك على هناك. وفي نفس اللحظة بتكون بريدجت مع بنتها ريد في طريقهم لنفس المدرسة، وأول ما بتوصل للمدرسة وبتكون واقفة على بوابة الحراس بيبقوا مش مصدقين ان ملكة وندرلاند عندهم، وخصوصا ان في ما بينهم خلافات شديدة جدا، وبتكون بريدجت بتعاملهم وحش جدا، ولكن هما بيتجنبوها وما بيتكلموش معاها وبيدخلوها على طول. واول ما بتدخل بتقابل الأميرة سندريلا وبنتها كلوي على باب المدرسة، وبيظهر ان سندريلا وبريدجت عارفين بعض من زمان جدا، وبيظهر برضه ان هما ما بينهم خلاف قوي جدا. وبريدجت بتعامل سندريلا بوقاحة وتكبر، ولما بيدخلوا جوه بيقعدوا كلهم في القاعة. وبتتكلم بريدجت مع بنتها ريد وبتعرفها ان في الاول والاخر مامتها ولازم تثق فيها، وبتديها هدية وهي عبارة عن مراية سحرية بتعرفها المستقبل، وبتعرفهم ان هما هيفضلوا مع بعض ويحكموا المملكة مع بعض للأبد. واثناء ما هما ما بيتكلموا كده بتطلع العربة وهي بتتكلم معاهم بصفة انها مديرة المدرسة القديمة، وبتعرفهم ان جلوات اللي هتعرفهم على المديرة الجديدة واللي هي تبقى أمة. وساعتها بتظهر أمة وبتقدم فقرة استعراضية هي والفرقة بتاعتها، واول ما بتخلص الفقرة بتاعتها على طول بتستخدم بريجنت السحر، وبتستخدم الكوتشين اللي في ايدها، ومن خلالها بتقدر ان هي تقفل كل مداخل ومخارج القاعة، وبتؤمر جنودها بالهجوم. والامور بتخرج عن السيطرة، وأمة وجيشها بيحاولوا يدافعوا، ولكن الجنود بريدجت بيكونوا اقوياء جدا. وبتبدأ بريدجت تقول ان هي كانت مستنية اللحظة دي من زمان عشان تجيب حقها وتنتقم من اللي حصل ليها زمان، ولكن بتتدخل الأميرة سندريلا وبتقولها ان الأحسن انها تنسى اللي حصل زمان، وان هي كانت مجرد حادثة مش مقصودة. ولكن بترد عليها بريدجت وبتعرفها ان هي ما كانتش مجرد حادثة، انما كانت حادثة دمرت ليها حياتها بالكامل. بتقولها ان اللي عملوها فيها وقتها كان قاسي جدا على اي بنت في سنها. وبعدها بتطلب من سندريلا انها تركع قدامها وساعتها هتسامحها، ولكن سندريلا بترفض ان هي تركع قدامها. وساعتها بتقولها بريدجت ان في الحالة دي هتكون رفضت امر ملكي وهتتعاقب. وبتوجه كلامها لبنتها ريد وبتقولها ايه نوع العقوبة اللي تستحقها سندريلا. وساعتها بتتوتر ريد جدا وبتبقى مش عارفة تعمل ايه ولا تقول ايه، فبتعرفها والدتها ان هي تفضل فاكرة ان الاميرات الاقوياء هم اللي بيصدروا الاوامر والكل لازم يخاف منهم. ساعتها بتتكلم ريد وبتقول ان الحكم لازم يكون اعدام، وبالفعل الجنود بيمسكوا سندريلا عشان يعدموها في القاعة. وفي الوقت ده ريد بتستخدم الجهاز اللي معاه عشان ترجع بالزمن وما تنفذش الحكم بتاع الاعدام، ولكن قبل ما تستخدمه بتتدخل بنت سندريلا وبتدخل وبتدافع عن مامتها اللي تتعدم، وبتخبط في الجهاز وهي وريد، فالاتنين بيتنقلوا بالزمن للماضي مع بعض. وفجأة بيظهروا الاتنين في مكان غريب فاضي مفهوش اي حد، ولكن ريد بتعرف انهم رجعوا للماضي، وده لان بتكون قدامهم العرافة، ولكن هي في سنها الصغير ولسه بتتعلم مبادئ السحر وبتبقى مش فاهمة اي حاجة فيه. وبتتكلم ريد مع كلوي وبتعرفها ان هما في نفس المدرسة اللي درسوا فيها مامتهم الاتنين وهما صغيرين، وان هما رجعوا بالزمن لما كانوا هما الاتنين لسه طلاب في المدرسة. ولكن كلوي ما بتهتمش بكلامها، بتعرفها انها تديها الجهاز اللي في ايدها دلوقتي حالا عشان ترجع بالزمن بتاعهم وتلحق تنقذ مامتها من الاعدام. فبترد عليها ريد وبتعرفها ان هي عملت اصلا كده عشان تنقذ مامتها من الاعدام، ولكن كلوي ما بتكونش مصدقه لانها مقتنعه ان الشعب وندرلاند كلهم بيبقوا اشرار ما بيعملوش خير ابدا، وان هي شريره زي مامتها وعايزه تقتل مامتها كمان. والاتنين بيدخلوا في قتال شديد جدا، وكل واحده عايزه تاخد الجهاز لنفسها وتستخدمه، لحد ما الاتنين بيفهموا ان هما مش اعداء ولا حاجه. وبتقول ريد انها لو غيرت مامتها ومنعت الحادثه اللي حصلت لها في حفله تخرجها، وان ده بسببها حولتها لواحده شريره جدا وقلبها قاسي، ساعتها هتبقى حد كويس في المستقبل، وان الحادثه دي اساس المشكله، وبكده مش هتنفذ حكم الاعدام على سندريلا لان مش هيكون في عداوه ما بينهم اصلا. وبعدها هما الاتنين بيطلعوا على الاكاديميه وبيقابلوا مديرها هناك السيد مارلين، وبتكون كلوي مبسوطه جدا لانها سمعت من مامتها كلام كتير عن السيد مارلين، وكانت دايما بتقول ان هو احسن مدير هي شافته في تاريخ الاكاديميه كلها. ولما بيسالهم هما مين بيعرفوا انهم طلاب جداد في الاكاديميه، وساعتها بيدور على الاوراق بتاعتهم في جيبه ولكن مش بيلاقيها، وبيعرفهم انه هيبقى يدور عليها في وقت تاني، وبياخدهم عشان يبداوا السنه الدراسيه على طول ومفيش حاجه تفوتهم، ويوريهم الاكاديميه. وهناك كلوي بتشوف مامتها سندريلا، وكمان ريد بتشوف مامتها بريدجت. والغريبه هنا انها بتكون طيبه جدا وبتحب تساعد كل الناس، وكمان شكلها بيبقى مختلف، وكمان كانت متفائله جدا بالحياه. وبيبدا كل واحده منهم بتتعرف على مامتها على انها صاحبتها في الاكاديميه. ومن كتر ما بريدجت طيبه بتدي ريد من الكيكه اللي صنعتها لاصدقائها المقربين بالريش طائر الفلامينجو
الفلامينجو وبتبقى مميزة جدا، وبيخرجوا كلهم للساحة الخارجية للمدرسة وبيقعدوا ياخدوا الاستراحة بتاعتهم وبيبقوا مبسوطين جدا، لحد ما بتظهر لينا أولينا اللي بتكون زعيمة القراصنة في الوقت ده، وبتقدر تتنمر على بريدجيت وبتاخد منها طبق الكيك، وساعتها بتدخل سندريلا وبتدافع عنها. وبيظهر هنا انهم في الماضي كانوا اصدقاء مقربين جدا وبيحبوا بعض جدا، ولكن أولينا بتتريق عليهم الاتنين وبتقول ان بريدجيت انها هتاكل الكيك اللي عملته لوحدها، وساعتها بتحذرها بريدجيت على اللي بتعمله، ولكن أولينا مش بتسمع كلامها وبتاكل فعلا الكيك. وفجأة شكل أولينا بيتحول لشكل طائر الفلامينجو وبيطلع من جسمها ريش وردي، وبتخاف جدا وبتطلع تجري من المكان لحد ما بتقع في نافورة مية وبتخرج منها بشكلها الطبيعي، وبتبقى ناوية على شر كبير لبريدجيت ومش هتسيبها في حالها. وهنا ريد بتتكلم مع كلوي وبتعرفها بعد اللي شافوه ده عرفوا مين هيكون السبب في الحادثة اللي هتحصل لمامتها وهتحولها لأميرة شريرة. ولما ريد بتتكلم مع بريدجيت وبتهون عليها بتعرفها بريدجيت انها مش زعلانة من أولينا، بالعكس هي زعلانة انها زعلت أولينا منها. وهنا بيدخل شاب اسمه تشارمينج وبيتكلم مع سندريلا وبيعرفها انها كانت شجاعة جدا، وبتبقى كلوي فرحانة وبتقول لنفسها انه اكيد قصة حب باباها ومامتها بدأت من هنا، ولكن ريد اللي هتتجنن من التفكير في مامتها. وبتعرف كلوي ساعتها ان مامتها كانت حساسة جدا وطيبة قوي ومش عارفة ايه السبب القوي اللي خلاها بالشكل ده وكسر قلبها. وبيقرروا انهم يروحوا عند سندريلا يمكن يعرفوا منها اي معلومة تخص أولينا. واول ما بيوصلوا هناك بتفتح لهم سندريلا اللي بتكون عايشة مع مرات ابوها بناتها الاتنين. وطبعا زي ما احنا عارفين ان سندريلا هي اللي بتكنس وبتمسح وشايلة كل البيت، وبتطلب من كلوي وريد انهم ينظفوا معاها عشان يقدروا يتكلموا براحتهم وكمان عشان مرات ابوها ما تعاقبهاش. وبالفعل بيدخلوا الاتنين وبيبداوا ينظفوا معاها البيت، وبتسألها اذا كان ممكن أولينا تعمل حاجة وحشة في بريدجيت وتنتقم منها بسبب اللي حصل. بعد كده بتسألها على المكان اللي بتقعد فيه أولينا دايما، فبتعرفها سندريلا ان في مكان اسمه البحيرة السوداء، وده معروف ان الاشرار كلهم بيقعدوا في المكان ده. واثناء ما هما بيتكلموا بتوقع كلوي الفازة وهي بتكنس، وساعتها بتترعب سندريلا وبتحاول تلمها قبل ما مرات ابوها تشوفها، ولكن للاسف بتكتشفها وبتعاقبها عقاب شديد جدا وبتعرفها انها هتنام من غير عشاء وكمان هتبات في الحظيرة مع الحيوانات، وبتطرد صحابها بره. وساعتها كلوي بتتكلم مع سندريلا بتعتذر لها جدا عن اللي حصل وبتعرفها انها ما كانتش تقصد، ولكن سندريلا بتكون زعلانه منها جدا وبتقول لها ان اسفها ده مش هيعمل لها حاجه ولا هيخليها تتعشى وكمان مش هيمنعها انها تنام مع الحيوانات. وهنا بتتاثر كلوي جدا فبتحاول رد ان هي تهون عليها وبتعرفها ان دي كلها حاجات حصلت في الماضي وكمان مش هتقدر تغير فيها حاجه، وان هما موجودين بس في الزمن بتاعهم عشان يغيروا المستقبل ويخليه احسن. وبعدها بيطلعوا هما الاتنين على البحيره وهناك بيلاقوا أولينا والفريق بتاعها وهم على البحيره، وفجاه بيظهر كائن عملاق خارج من البحيره وبيدخلوا جواه وبيبقى مخبأ ليهم تحت البحيره، وبيبداوا هما كلهم يعملوا تعويذه وقصص كبيره علشان ينتقموا من بريدجيت، ولكن التعويذه بتاعتهم كانت ناقصها كتاب سحري. وكلوي وريد بيكونوا سامعينهم بيقرروا انهم يوصلوا للكتاب ده قبلهم، وهم في طريقهم وبيخرجوا من البحيره بيشوفهم كائن بحر وبيهجم عليهم ويوقع كلوي وكان هياكلها، ولكن بتنقذها ريد في الوقت المناسب وبتشكرها كلوي جدا. وبعدها بيطلعوا هما الاتنين على بيت بريدجيت وما بيرضوش يحكوا ليها على اللي أولينا ناويه تعمله فيها، وبتتكلمها ريد وبتقول لها ان هي سمعت انها بتحب تحتفظ بالكتب وبتسألها على الكتاب السحري، فبتعرفها بريدجيت ان هي هتدور عليه. واثناء كلامهم بتشوف ريد المرايه السحريه بتاعت مامتها، فبتستغرب بريدجيت ازاي عرفت انها مرايه سحريه، فبتعرفها ريد ان هي سمعت عنها في الكتب. ولما بريدجيت بتروح تدور على الكتاب السحري بتستخدم ريد المرايه السحريه عشان تشوف المستقبل، وساعتها بتشوف بريدجيت الكبيره وهي بتعذب الامير جوسندريلا وكمان بتكسر الحذاء الزجاجي، والوضع بقى سيء جدا. وبعدها بترجع بريدجيت وبتعرفهم ان هي ما لقتش الكتاب وانه اكيد في مكتب المدير، وبتعرفهم برضه ان هو عامل عليه تعويذ عشان ما يقدرش يقع في ايد الناس الاشرار. وكلوي وريد بيتخانقوا مع بعض وبيشدوا مع بعض في الكلام، وده بسبب ان ريد عايزه تقتحم المكتب المدير وتاخد الكتاب، وساعتها كلوي بتقول لها ان دي هتبقى سرقه وان هي كده هتبقى شريره زي مامتها وانها مش هتختلف عنها حاجه، وبتسيبها وبتمشي وبتطلع على بيت سندريلا وبتبدا تعتذر لها لتاني مره على اللي حصل منها. فبتعرفها سندريلا ان هي سامحتها خلاص وبتبدا تحكي لها عن مامتها، وبتعرفها ان هي دايما كانت بتحب تتكلم مع مامتها بتقولها على كل حاجه، ولكن هي دلوقتي مش موجوده وعشان كده هي جت تتكلم معاها هي. وبتعرفها بعدها ان ريد ناويه انها تقتحم مكتب المدير وتاخد الكتاب السحري، وهي شايفه ان الموضوع غلط وما ينفعش يحصل، وفي نفس الوقت نفسها تعمل كده علشان تنقذ مامتها. فبتعرفها سندريلا ان اوقات كتير الانسان ممكن يعمل حاجه غلط علشان يصلح بيها حاجه صح، وان هي لازم تساعد صاحبتها وما تسيبهاش لوحدها. وفعلا كلوي بتقتنع بكلامها وبتجري عشان تلحق صاحبتها، وفي الوقت ده بتكون ريد دخلت المكتب المدير، واول ما بتشوف كلوي بتفرح انها جت، فبتعرفها كلوي ان هي جت بس علشان تنقذ مامتها
مامتهم هما الاتنين في المستقبل. واول ما بيدخلوا المكتب بيلاقوا السيوف شكلها غريب جدا وتماثيل، وبتبقى ريت شاكه ان هي دي التعويذه اللي المدير حاططها على الكتاب. وفي نفس الوقت بتكون أولينا هي واصحابها وصلوا عند المكتب، وبتقول أولينا لواحد من صحابهم انه يفضل موجود قدام المكتب ويراقب المكان، واول ما المدير يوصل يعمل اي صوت. وفي الوقت ده ريد وكلوي قدروا يوصلوا للكتاب، وفي تمثال بدأ يتحرك وبوما بدأت تطير وتطاردهم، ده غير السيوف اللي بتهجم عليهم هما الاتنين وبيبدأوا يحاربوا التماثيل دي. ولكن في بوما قدرت انها تهرب من المكان، فبتعرف كلوي ريد انهم لازم يمشوا من المكان دلوقتي حالا علشان البوما دي هتروح تحكي للمدير. وفي الوقت ده بتدخل أولينا واصحابها المكان وبيقدروا يهزموا ريد وكلوي بسهولة جدا، وبياخدوا منهم الكتاب. وبتبقى ريد عايزة تاخد منهم الكتاب بأي طريقة، ولكن كلوي بتهديها وبتقول لها انها تخلي أولينا هي اللي تفتح الكتاب، وبتبقى واثقة من كلامها جدا. واول ما أولينا بتفتحه بيخرج طاقة غريبة جدا من الكتاب، وبتحول أولينا واصحابها لتماثيل مش بيتحركوا ابدا. وهنا بتحكي كلوي ان مامتها قالت لها ان الكتاب ده لو وقع في ايد الشخص الغلط هيأذيه، وان ما ينفعش حد يستخدمه غير الطيبين. وبتطلب من ريد انها تفتح الكتاب، ولكن بتكون خايفة جدا ان كلوي قالت لها في مرة انها شريرة زي مامتها. وساعتها كلوي بترد عليها وبتعرفها ان هي عمرها ما كانت شريرة، وان هي طيبة جدا، وان هي عملت ده كله عشان تنقذ مامتها من الشر، وان قصدها خير. وبتطمنها وبتقولها انها تفتح الكتاب، وبالفعل بتفتح ريد الكتاب وما بيحصلهاش اي حاجة، وبيخرجوا من المكان بسرعة. وفي الوقت ده بيوصل المدير وبيشوف أولينا واصحابها وهم متجمدين، وساعتها بيعرف ان هم الناس الغلط اللي مسكوا الكتاب، وانهم هيفضلوا متعاقبين لباقي عمرهم. وبيظهر كلوي وريد وهم بيستخدموا التعويذة اللي في الكتاب، بيبقوا مبسوطين جدا ان مش هيحصل لامهاتهم اي حاجة في الحفلة، لان اساس المشكلة هي أولينا، وأولينا هتفضل متجمدة العمر كله. وبكده بريدجت هتفضل طيبة دايما. وبعدها بيمسكوا هما الاتنين الجهاز اللي بينقل بالزمن وبيرجعوا بالزمن بتاعهم في المستقبل، واول ما بيرجعوا بيروحوا الحفلة من تاني. وبتظهر بريدجت وهي بتقول التعويذة بتاعتها للمرة التانية، ولكن المرة دي بقى ما بينزلش السيوف من السما ولا حاجة ولا حتى جنود، انما بينزل ورود وقلوب، وبيبقى شكلها متغير جدا حتى شخصيتها متغيرة، وبتضحك ومبسوطة لأول مرة، وبتدي طاقة إيجابية للمكان، وبتعرفهم انهم لازم يفضلوا مبسوطين. وساعتها بيفرحوا جدا ريد وكلوي ان خطتهم نجحت، وان هم قدروا يغيروا الماضي فعلا، وان بريدجت بقت أميرة طيبة. وبتظهر سندريلا بتتكلم مع بنتها كلوي بتعرفها ان هي فخورة بيها جدا. وهنا ريد بتتكلم مع نفسها وبتقول انهم غيروا في الماضي وخلوا المستقبل احلى، ولكن معرفوش ايه العواقب اللي مستنياهم في تغيير الماضي ده وايه ممكن يحصل لهم. ولكن لاخر لحظة فهم مبسوطين ومفيش اي حاجة حصلت، وبتنتهي الحكاية على كده يا اصحابي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وكمان سبسكرايب لقناتنا التانية دراما آسيوية عشان بينزل عليها كل يوم دراما مختلف. سلام.